عودة مورينيو تلوح في الأفق. ريال مدريد يتهيأ لمرحلة جديدة وفقا لمصادر إعلامية متطابقة، فإن إدارة ريال مدريد تمضي بخطى متسارعة نحو التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يقضي بعودته إلى قيادة العارضة الفنية للنادي الملكي خلال المرحلة المقبلة، مع توجه لإضافة عام آخر إلى العقد المرتقب. وتفيد المعطيات ذاتها بأن المفاوضات بين الطرفين بلغت مراحل متقدمة في ظل رغبة مشتركة في إحياء تجربة سبق لها أن تركت أثراً بالغاً في تاريخ النادي الإسباني، يوم أعاد جوزيه مورينيو إلى الفريق شخصيته التنافسية وهيبته القارية في واحدة من أكثر الفترات اشتعالاً في كرة القدم الأوروبية. ويبدو أن إدارة ريال مدريد تنظر إلى مورينيو بوصفه الرجل القادر على إعادة الانضباط إلى غرفة الملابس وبعث الروح القتالية في كتيبة تعرضت هذا الموسم لانتقادات واسعة بسبب تذبذب المستوى في المواعيد الكبرى. وكان جوزيه مورينيو قد أشرف على تدريب ريال مدريد ما بين سنتي 2010 و2013، حيث قاد الفريق إلى تحقيق لقب الدوري الإسباني التاريخي ب100 نقطة، كما أسهم في كسر الهيمنة المحلية لغريمه التقليدي FC برشلونة، واضعا أسس فريق وصل لاحقا بسط نفوذه على الساحة الأوروبية. ورغم اختلاف الآراء حول أسلوبه الفني وشخصيته المثيرة للجدل، فإن اسم مورينيو لا يزال يحظى بمكانة خاصة داخل أسوار سانتياغو برنابيو لما ارتبط به من صرامة وشغف وقدرة على التعامل مع ضغط البطولات الكبرى. وفي انتظار الحسم الرسمي تبقى عودة إسبيشال 1 إلى العاصمة الإسبانية احتمالا كفيلا بإشعال حماس الجماهير وإعادة